من فترة كنت بدور على شقة صغيرة أعيش فيها بعيد عن دوشة السكن المشترك. لقيت إعلان على النت عن شقة مفروشة بسعر رخيص جدا مقارنة بالمنطقة. استغربت بس قلت ماشي. لما رحت أقابل صاحبة الشقة لقيتها ست كبيرة، كلامها قليل ونظراتها تقيلة بشكل يخليك تغير اتجاه عينك من غير ما تحس. دخلتني الشقة، شكلها عادي، أوضة نوم وصالة ومطبخ، لكن كان فيه باب مقفول بترباس صدق. غرفة مقفولة من زمان، محدش بيفتحها. ما سألتش تاني وسكنت على طول. أول يومين عدوا عادي، كل حاجة مستقرة. حسيت إني أخيراً لقيت الهدوء اللي كنت بدور عليه. لكن في الليلة الثالثة صحيت مفزوع على صوت خبط من جوه الغرفة المقفولة. كان خبط بطيء ومنتظم، كأن حد بيحاول يخرج من جواها. قربت من الباب، وقتها وقف الصوت، ولما حطيت ودني عليه ما سمعتش غير سكون تام. حاولت أقنع نفسي إنها مجرد هلاوس. الليلة اللي بعدها صحيت على همس، مش صوت واحد، كأن في أكتر من شخص بيتكلم، كلام مش مفهوم، بس قلبي حاسس إنهم بيتكلموا عني. رجعت أوضتي وأخدت المخدة وحطيتها عودني عشان أنام، لكن فجأة سمعت خطوات في الصالة. طلعت بسرعة، لقيت الكرسي متحرك من مكانه والمعلقة اللي كنت سايبها في الحوض محطوطة على الترابيزة. ومن يومها بدأت الحاجات الغريبة تحصل. الصحون اللي بسيبها في المطبخ ألاقيها متغسولة، هدومي اللي أرميها على الكرسي ألاقيها مطوية في الدولاب، والمراية اللي في الصالة بالليل كنت بشوف فيها شخص واقف ورايا. لكن أول ما ألف ما ألاقيش حد، كنت عايش بين الشك والجنون. في يوم قررت أفتح الغرفة، جبت مفك وقعدت أفك الترباس وإيديا بترتعش. أول ما الباب اتفتح ريحة عفن خنقة طلعت، والغرفة ضلمة وجدرانها مليانة صور كتير لناس مختلفة، كلها متشوهة، الوشوش ممسوحة تماماً إلا صورة واحدة في النص، صورتي أنا. اتجمد الدم في عروقي، إزاي صورتي هنا وأنا لسه ساكن من أسبوعين؟ فجأة الباب اتقفل ورايا بقوة، والهمسات رجعت أوضح من الأول. دورك جه، مش هتخرج. حسيت بإيد باردة بتلمس كتفي، لفيت بسرعة ما لقيتش حد، لكن في ظل طويل بيتحرك على الحيطة. جريت على الباب وحاولت أفتحه لكنه اتقفل تماماً. الأصوات بقت صرخات، والصرخات اتحولت لضحكات عالية لدرجة إني حسيت وداني هتنفجر. الأرض اتهزت تحت رجلي والسقف بينزل عليا. وقعت على الأرض وإيديا لمست سلسلة حديد، رفعتها ولقيت جمجمة مربوطة بيها. صرخت وفجأة النور قطع والظلمة غطت كل حاجة. آخر حاجة سمعتها قبل ما أفقد الوعي كانت كلمة واحدة من كل الأصوات مع بعض: ابقى معانا. صحيت ولقيت نفسي في سريري. قلت لنفسي يمكن كل ده كابوس، لكن وأنا رايح المطبخ لقيت على الترابيزة صورة جديدة متعلقة، صورتي، بس المرة دي مش لوحدي. كنت واقف جنب الست العجوز صاحبة الشقة وهي ماسكة إيدي بابتسامة شيطانية. وقتها عرفت إن اللي حصل مش كابوس، ويمكن أكون من اللحظة دي بقيت مجرد همس جديد بيسمعه الساكن اللي هيجي بعدي.